النهارده هنطبخ الكبده المستورده وهخلي طعمها احلى من الكبده البلدي كمان. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه بعملها ان انا بجيب الكبده وبقطعها كده قطع صغيره خالص، تمام. بحطها في المصفى وبحط عليها رشه ملح، رشه فلفل اسود، وعصره ليمون. بسيبها كده ساعه لحد ما تنزل الشوائب بتاعتها. بجيب الزيت زي ما انتم شايفين كده بسخنه خالص لحد ما يطلع دخان بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. في المرحله دي هنزل عليه بالكبده والنار لسه عاليه. الحته دي بتخلي طعم الكبده في حته تانية خالص. هفضل اللي انا اقلب فيها لحد ما لون الكبده يغير معايا. واهم حاجه هنا انا مش عايزه الكبده تنزل الميه بتاعتها علشان دي اللي بتعمل الزفاره. المهم بقى انكم بتنسوا تعملوا تعليق حلو، وتنسوا كمان تدوسوا لايك وتعملوا شير للفيديو. فعشان كده الصفحه اليومين دول واقعه شويه، فبطلب من كل اللي بيشوف الفيديو كده يصلي على النبي في الكومنتات ويعمل اللايك بتاعه والشير الحلو. تمام كده. ببدا هنا اللي انا اقلب في الكبده. هنا خلاص لونها بدا انه يدخل في السوي. عايزاكم كده بقى تكتبوا لي في الكومنتات التركات بتاعتكم ايه في الكبده الاسكندراني وبتعملوها ازاي. انا هنا هكون مجهزه توم مفروم، وهكون مجهزه كمان فلفل اخضر حراق وفلفل اخضر رومي. تمام كده. اول حاجه هحطها وهي التوم المفروم. هحط عليها التوم وهبدا برضو اللي انا اقلبها. انا كل ده لسه معليه النار. هبدا هنا اللي انا اخلي النار وسط، مش عاليه ومش واطيه. انا عامله لكم الطريقه بالتفصيل علشان خاطر ايه تشوفوا كده مفيش اي مقاطعات ولا اي حاجه خالص. تمام. ببدا هنا اللي انا احط الفلفل الاخضر، ولو في بقى فلفل حراق احطه برضو بيديها طعم حلو جدا. انا هنا بدات اللي انا خلاص اهدي عليها النار. انا كده خلاص هي لونها كله اتغير، يعني دخل في السوي. وحطيت عليها الفلفل وحطيت عليها الثوم. هبدا هنا اللي انا اخلي النار هاديه عليها خلاص كده. عايزه اقول لكم ان انا لسه ما حطيتش البهارات، وريحتها اللهم بارك تحفه جدا جدا. كان عندي هريسه شطه، حطينا هريسه شطه كمان اللي هي الهريسه الحمراء دي، بتدي برضو طعم جمدان الجمدان. قلبوا قلبوا بقى وشموا الريحه. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان انا بعمل الكبده دي بطرق كتيره جدا. عملتها برضو قبل كده برضو تتبيله زي المشويه كده، بتبقى تحفه جدا. طعمها بجد بيبقى حلو في كل الحالات، يعني مش عشان هي مستورده فبتحسوا بتغيير، لا خالص. انا هنا حطيت عليها شويه من دبس الرمان، وبرضو بدات ان انا اقلب. دبس الرمان ده انا عاملاه في البيت، مش اللي احنا بنشتريه من بره الجاهز. اللي بيبقى في البيت بيبقى طعمه مختلف علشان خاطر احنا بنحط عليه اضافات مختلفه. فطبعا الحاجه البيتي مفيش احلى ولا اطعم منها. هنا بقى هبدا ان انا احط البهارات بتاعتي، وهي عباره عن شويه فلفل وشويه كمون وشويه كزبره، وهزود لها ملح لان انا ما كنتش حاطه لها في الاول ملح كافي. بصوا بقى هي كده نزلت البهاريز بتاعتها. خدوا بالكم دي مش ميه، لا دي البهاريز بتاعت الكبده. بصوا الجمدان، مستويه كده على الهادي، وحلاوه وجمال وطعم وكل حاجه حلوه. جربوها تعجبكم باذن الله. واهم حاجه بقى في الاخر كده تحطوا لنا عصره الليمون بتاعتها الحلوه، وتاكلوا احلى كبده اسكندراني. عايز اعرف بقى التريكات والحركات بتاعتكم ايه، اكتبوا لي في الكومنتات تحت. وبتعملوها بالطريقه دي ولا لا؟ واهم حاجه تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا صلوا على النبي وتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. Why don't I like? I love you.